الصينية الحلوة قوي دي مفاجأة العيد بالنسبة لكم. هي بالنسبة لي مش مفاجأة العيد، احنا صايمين بقى ل9 ايام، ويا رب يتقبل منكم جميعا بإذن الله صيامكم، فبعمل لهم حاجات حلوة على الفطار. سامحوني اذا كنت عملت كبدة وكفتة، سامحوني. سامحوني ان بفطر على اول لقمة كده، سامحوني. الصيام بصوا مظبطنا مظبطنا، بس الصينية دي حاجة كده تحفة تحفة تحفة. انا عايزة اعملها معاكم النهاردة ونشوفها كده عشان تجهزوها للعيد. صينية مشاوي ايه بقى انما عسل. ولسه هعمل معاكم بإذن الله صينية المشاوي الضاني، اللي هو الطرب والكفتة والفشة والكبدة الضاني والحلويات والقلب. ان شاء الله نعمله مع بعض. التقديم النهاردة حاجة كده ما اتوصفت. يلا نبتدي سنة سنة مع بعض، بس ركزوا معايا عشان في كام خطوة وكام تركة. اول حاجة هجيب بطاطساية اقشرها واقطعها كده مكعبات طرنشات اي حاجة، المهم قطع صغيرة عشان تستوي معايا بسرعة. حطيتها كده في الكسرونة وحطيت عليها معلقة ملح صغيرة وحطيت المية تغطيها وهعلقها على النار تستوي. جبت الهون وحطيت فيه 4 5 فصوص توم. انا بحب مهما اكون مخزنة توم في حاجات معينة بحب اخد لها التوم فريش. دقيت التوم كده وقطعت قرنين 3 فلفل رومي، معاهم قرن واحد فقط لغير سبايسي حامي، وتقدري تستغني عن القرن الحامي لو انتي مش عايزة. قطعنا الفلفل الرومي كده كويس خالص. وبعدين جبت ايه، خلاص هتقضي الوقت كله بتقطعي الفلفل الرومي؟ معلش 3 قرون رومي وواحد حامي، استحملوني يا جماعة معلش، خلصت تقطيع طيب ادي مقادير الكفتة بتاعتنا: ربع كيلو لحمة مفرومة، 100 جرام دهون، وحدتين برجر، ملح وبهارات وفلفل اسود. ضربتهم كلهم في الكيتشن وخليت بنوتي الدكتورة ليلى تصبعهم لي. بتصبعهم وتحطهم لي كده في الصينية اهو. هاخدهم ادخلهم الفرن، مش يستووا، يتشمعوا بس، عشان التركية بتاعتنا النهاردة في تشميعة الكفتة. خلي بالك انا عاملة ربع كيلو كفتة واقل من نص كيلو كبدة، لان دي كانت جزء كان عندي في التلاجة. قطعت الكبدة شرايح لحد ما الكفتة دخلت ايه الفرن. هتاخد لها بتاع 5 دقايق بالظبط وتطلع تكون اتشمعت ولكنها نية. هنعمل ايه بعد ما قطعنا الكبدة كده شرايح صغيرة جدا زي الكبدة بتاعت السندوتشات؟ جبت صينية حطيتها على النار وحطيت فيها زبدة وزيت، وحطيت فيها التوم اللي احنا دقيناه ده يتشوح. اول التوم ما تطلع له ريحة وهو لسه لونه ابيض زي ما هو، هنزل بالكبدة عليه. ادي الصينية على النار، ادي الزبدة وادي الزيت. هي بتحب زبدة وزيت كويس مع بعض كمان عشان الزبدة ما تتحرقش. وللأسف الشديد حد اتصل بالموبايل وهو على الحامل ففصل تصوير. الجزء ده كان عبارة عن ان انا نزلت بالثوم يا دوبك بس فك في الزبدة، ورحت نازلة بالكبدة اتشوحت وعليها الفلفل، شوية ملح وفلفل اسمر وبس كده. هنشوح الكبدة هتستوي نص سوا. بعد ما تستوي نص سوا هروح اجيب الكفتة من الفرن. الكفتة نية بس يا دوب تمسكت اتشمعت، بنقول عليها اتشمعت. هجيبها وانزل بيها، هركن كده الكبدة على جنب وانزل بيها. بتمنى تكونوا ما تهتوش مني يا جماعة بالله عليكم. يعني انا بعمل كبدة اسكندراني عادي خالص زي الكبدة اللي بنعملها، بس في نص ما هي بتستوي ما تكونش اتشوحت قوي. هجيب صينية الكفتة اللي احنا عاملينها كفتة عادية جدا برضو في الكيتشن، نفس المقادير بتاعت كل مرة. خلاص. وهنزل على الكفتة اهي يا دوب بس متشمعة ولكن نية، نزلت بيها اهي في قلب الكبدة. شوح بقى يا معلم مع بعض. الكفتة خدت طعم الكبدة والريحة بتاعتها والثوم والفلفل، وكمان الكبدة خدت طعم الكفتة. طب ايه حنان الماكس اللي انت عاملاه ده؟ بصراحة الحاجة هي ام الاختراع. انا عندي حتة لحمة مفرومة صغيرة وحتة كبدة صغيرة، فقلت اعملهم الاتنين مع بعض كده، بس طلعت حاجة ما توصفتش. حد يناولني حتة فحماية بقى يا جماعة نطفيها في القصة دي. ما عندناش فحم، ما عندناش فحم. انا عايزاكي تقلبي لحد ما الكبده تستوي والكفته تحمر وتاخد لونها الحلو ده. كل ده تقليب مع بعضه. بعد كده هنضم كله على بعضه في قلب الصينيه كده. يعني انا بقلب كل حاجه لوحدها بس في الاخر هضمهم كلهم على بعض اهو. الكفته هتاخد الفلفل والثوم والكبده هتاخد ريحه الكفته، وكده حكايه ايه
بيقول لك ارنبنا في منور انور ومرنب خلاص بلاش. وارنب انور في مرنبنا يخطي. طب معلش، سيبكم من الحته دي بلاش هزار. المهم يعني هيتقلبوا كويس قوي مع بعض ونبدا بقى. اهو بصوا كله على بعضه، الريحه حاجه كده ما توصفتش. انا ابني محمد بيطلع روحي في انه ياكل الكفته، دايما يطلع لي فيها القطط الفطس. النهارده قال لي والله العظيم يا ماما احلى كفته دقتها في عمري، ما تعمليهاش الا كده كل مره. طبعا التركيه اللي احنا بنقول عليها عصير الليمون واحنا بنطبخ الكفتة كمان خدت عصير الليمون، بقى طعمها فظيع. بهارات الكفتة وبهارات الكبدة هكتبها لكم في صندوق الوصف بإذن الله. ايه البطاطس البوريه حاطين عليها مكعبين زبدة وهنهرسها، هي مش محتاجة هي هرسة نفسها بس عشان تتجانس. كمان هتاخد نص فنجان لبن كده، يا ريت يكون ساقع متلج مركون في التلاجة، يكون مجمع كده حتة قشطة بدل الكريمة اللباني، لأن البطاطس البوريه بتحب الكريمة اللباني جدا، الكريمه بتاعه الطهي، فانا بحب احط لها شويه لبن بالقشطه بتاعته. وقلب بقى يا معلم بقى، مقلب بقى. لو عندك عيل صغير عنده سنه كده وتطعميه معلقتين بطاطس من دي يا سلام، ينام لك ساعتين ثلاثه. ادي البطاطس البوريه جهزت معانا، هنجيب طبق ونبدأ نشوف هنغرف ازاي. بس بتهيألي هندوق الكفتة والكبدة بالعيش قبل ما نغرف، ولا نغرف الأول؟ يلا نغرف الأول. اهو نزلت البطاطس البوريه في وسط الطبق، وهبدأ ان انا اسويها كده، مش محتاجة تسوية قوي يعني، مش محتاجة ان انت تبططيها، هي شكلها حلو يا دوبك كده بظهر المعلقة. وهبدأ بقى هدوق 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 يا رب. شايفين اللقمة بتشيل كبدة وفلفل كده وسنة زبدة ودهون، حاجة كده عسل. معلش سامحوني صايمة بقى، وقلت ايه يا دوب خدت بق عصير قلت ادوق قطمة بس حلو قوي قوي. ان شاء الله باذن الله تجربوا الوصفة وتعجبكم. نشوف التقديم بقى. عايزة اقولك البطاطس البوريه خلصت قبل الكفتة وقبل الكبدة والله. الوصفة دي احفظيها كويس قوي، هتعمليها في العيد وتبهري بيها ضيوفك. ولو قبل العيد يعني عملتها لهم على الصيام، لو انتوا بتصوموا دلوقتي الايام دي هتعجبهم قوي قوي، ومش مكلفة كتير. تقدري تستبدلي الكبدة العجالي بكبدة فراخ، بس تقطعيها كويس زي المرة اللي انا كنت مقطعاها سلايز رفيع خالص. انا بشق الكبدة 2 وبعدين اقطعها، فلو هتعمليها كبدة فراخ هتبقى تحفة برضو. البطاطس البوريه كده نزل عليها نقطتين من الدسم بتاع الكفتة بالكبدة. انا عايزة اقولك هي اللي اتنسفت، هي اللي اتاكلت قبل الاكل كله والله. كانت حلوة جدا، بتمنى تجربوا الوصفة وبتمنى تعجبكم، وادعوا لي دعوة حلوة وانتوا بتاكلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.